الضربات تتوالى وخسائر تل أبيب تزداد، والصواريخ اليمن لا تتوقف. كابوس مرعب وهلع شديد بين المستوطنين، وخبراء يؤكدون أن اليمن لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها. طائرة شحن سعودية تحت النيران، وتل أبيب تعلق، والسعودية لم تعلق على الخبر. واليمن تزيد من وتيرة الحرب وتضرب سلاح أمريكا الجوي وتكسر شوكته في الأراضي اليمنية. اليمن تحرق طائرة سعودية في مطار بن غوريون، واليمن تستعد لغزو تل أبيب بريا بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية في عمق تل أبيب بالصواريخ اليمنية الباليستية من طراز فلسطين 2، والتي اعتاد المستوطنون على أصواتها التي تسبقها صفارة الإنذار في عموم تل أبيب. إلا أن هذه المرة لم يكن الهدف في قلب المستوطنات، بل كان الهدف صيدا كبيرا في مطار بن غوريون، حيث أضافت تقارير يمنية إلى استهداف طائرة شحن سعودية في مطار بن غوريون. كانت تل أبيب تقوم بتحميلها بالأسلحة والذخائر اللازمة للتحالف العربي الذي سيشن هجوما واسعا على الأراضي اليمنية برعاية أمريكية إسرائيلية في الشرق الأوسط. الضربة اليمنية أدت إلى دمار كامل للطائرات السعودية، والتي اعتبرها اليمن بمثابة رسالة تحذيرية من اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبن سلمان، خاصة على انضمام بلاده للتحالف العربي لاستهداف الأراضي اليمنية إرضاء تل أبيب. وكانت القوة اليمنية قد هددت المملكة باستهداف مصفات النفط أرامكو لضرب المصالح الأمريكية بالمنطقة، وذلك لتكبد أمريكا أكبر قدر من الخسائر حال استمرار هجومها على الأراضي اليمنية. وعلى الرغم من إعلان اليمن عن الضربة التي أصابتها الطائرة السعودية، إلا أن المملكة لم تعلق على مثال من قريب ولا من بعيد بهدف عدم ذكر المملكة في الصراع بين تل أبيب واليمن خلال هذه الآونة. إلا أن اليمن أكدت بأنها رسالة لابن سلمان وابن زايد على دعمهما تل أبيب في مواجهة اليمن. تهديدات القوة اليمنية باستهداف مصفات نفط أرامكو أو مصفات النفط الإماراتية ستكون له عواقب وخيمة للغاية حال إعلانها استهداف تلك المصفات. ستؤثر تلك الضربات بالفعل على الإنتاج العالمي من الطاقة، وبالتالي سترتفع أسعار النفط عالميا في ظل نقص المعروف، وعندها سيتكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر كبيرة للغاية بفعل هذه الضربات اليمنية. وعلى الرغم من أن نتنياهو أقر بفشله في التعامل مع القوة اليمنية وفشل كل من ساعدوه في ردع العدوان في البحر الأحمر، إلا أن اليمن لا تزال صامدة، حيث أعلنت القوات اليمنية أنها أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبر في أرضها في محافظة السعد، وأخرى بعد أقل من 72 ساعة في محافظة مرأب. وبالتالي تكبد السلاح الجوي الأمريكي خسائر كبيرة للغاية جراء هذه الضربات اليمنية. بل أعلنت قبائل اليمن منها وغيرها من القبائل التي تؤيد القوات اليمنية في الصراع الحليم على تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية عن الاستنفار التام وبدء إجراءات تدريبات لقوتها من أجل تقديم الدعم الكامل للقوات اليمنية حال شن هجوم عسكري على أراضي اليمن من قبل تل أبيب وحلفائها. الاستنفار العام لدى القبائل اليمنية والتدريبات العسكرية التي أجرتها القوات، والتي أعلن عنها عبد المالك بدر الحوثي قائد القوات اليمنية أنه جرى تدريب قوات اليمن لنحو 1,000,000 متدرب على استخدام السلاح وإعداد جيش كبير للقوات اليمنية من أبناء الشعب اليمني وقبائله. كل تلك المعطيات تؤشر إلى أن اليمن ربما يتجهون بأنظارهم نحو غزو بري على تل أبيب أو حتى إرسال مقاتلين إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وعليه تراجعت القوة الإسرائيلية في القطاع بفعل الإمداد اليمني للفصائل. هذه الخطوة اليمنية وإن تمت فإنها ستكون بداية حقيقية وفعلية لحرب عالمية تالية. ستكون اليمن منشئة تلك الحرب، وعندها ستقوم بالتدخل دولا أخرى في هذا الصراع الذي قد يمتد لدخول أطراف متحالفة مع القوة اليمنية. وبالحديث عن حلفاء اليمن في هذا الصراع، ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران هي الداعم الكبير والأساسي للقوات اليمنية، وعلى الرغم من نفي إيران الدائم لهذه المزاعم، إلا أن أمريكا لا تعترف بالرد الإيراني، ولكن هناك حليف قوي للقوات اليمنية ربما لم يظهر في الصراع الحالي، ألا وهو الجيش الروسي. حيث تشير التقارير التابعة للاستخبارات الأمريكية إن الجيش الروسي زود القوة اليمنية بصواريخ أونيكس المضادة للسفن لاستخدامها ضد
ضد السفن وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن روسيا نفت علاقتها بالصراع الدائري في الشرق الأوسط بين تل أبيب والقوات اليمنية، إلا أن الاستخبارات الأمريكية لا تزال مصرة على دعم روسيا للقوات اليمنية في مواجهة تل أبيب ونتنياهو. ليبقى الصين هو الحليف السري الذي لطالما دعم القوات اليمنية في البحر الأحمر، وذلك بهدف الحفاظ على سفن الشحن الخاصة به والتي تتجه إلى إفريقيا وأوروبا عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط. لذا كان للزمن على التنين الصيني الانضمام لتحالف القوات اليمنية من أجل إبعاد أيادي تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية عن البحر الأحمر. لذا يرى المحللون أن القوات اليمنية ليست إلا أداة بيد روسيا والصين وإيران من أجل استهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا وقالت صحيفة جوزالين بوست الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قد أعد خططا لتكثيف الهجمات على القوات اليمنية في البحر الأحمر وانتزاع ميناء الحديدة من أيديهم من أجل ردعهم على الاستمرار في قصف تل أبيب. مخططات ترامب وذلك بحسب خبراء عسكريون قد تتمثل في تكوين تحالف عربي من أجل ضربات القوات اليمنية، أو على الأقل توجيه ضربات جوية قوية على اليمن، والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى ردعهم في البحر الأحمر. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن ترامب من حل الصراع الإسرائيلي اليمني في البحر الأحمر، أم ستكون النتائج مزيدا من الضربات اليمنية على تل أبيب؟